أول تعليق من كارلو أنشيلوتي بعد الخسارة أمام فالنسيا بهدف نظيف في الدوري الإسباني. ولكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت من عشاق الملكي ريال مدريد، فضلا وليس أمرنا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. انهزم ريال مدريد اليوم أمام نادي فالنسيا بهدف نظيف سجله اللاعب دييغو لوبيز نوغويرول عند الدقيقة 33 من عمر اللقاء. وقبل نهاية المباراة أخرج الحكم بطاقة حمراء في وجه اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 90. وعن هذا خرج الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بتصريح صادم عقب الخسارة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، حيث قال: لقد حسم الدوري الآن لصالح برشلونة، ولا تهم الخسارة أو الفوز الآن. بصراحة اللاعبين لا زالوا في حالة تعب ومحبطين للغاية جراء ما حدث يوم الأربعاء الماضي أمام مانشستر سيتي والإقصاء من دوري أبطال أوروبا. لكن هذه هي كرة القدم، ليس ممكنا لك أن تفوز بكل الألقاب كل سنة، إنه أمر مستحيل. مهما بلغت قوتك وخبرتك فلا هروب من الهزيمة، هذا هو قانون كرة القدم ويجب تفهمه. سنشتغل عن أنفسنا ونجتهد أكثر في تصحيح أخطائنا لنظهر بصورة أقوى في المباريات القادمة والموسم المقبل.